السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا يحبك على طول. وحشتوني قوي اغلى المتابعين ليا، ويا رب يا رب يديمكم نعمة في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. استمروا استمروا في تنزيل فيديوهاتكم عشان اشتغل عليها واعمل فيديو حلو كده يجيب لي مشاهدات حلوة. يلا بقى، يلا بقى، عايزينها كده تسخن وتبقى حلوة. صعبانة عليا قوي يا جلة. جلة، انت هتشهري افلاسك عن قريب يا جلة. عمالة تكوعي فلوس، تكوعي وتدي القنوات دي ودي والقنوات اللي تحت السلم، وتديهم فلوس عشان يطلعوا عليا ويطلعوا يقولوا اي هبد في اي هبد واي كلام. والله يا بنتي هتعلني افلاسك عن قريب ونقول اعلنوا افلاس جلة. ليه يا بنتي كده؟ ادفعي، انت اللي خسرانه والله، ولا انت اللي خسرانه. عامه بيشهروني وبيعملوا لي اشاره، كل واحده تتكلم عليا شويه يقولوا مين دي مين دي، اهو مني بالشهر واهو منه كلام في الهجايس، ومحدش هيصدقكوا غير المتخلفين عقليا اللي شبهكوا بالظبط. اما بالنسبه قطيع بمعنى اصح، اما بالنسبه لحبايب الجمال اللي ما بيصدقوش عليا اي كلمه، هم دول اللي يخصوني وهم اللي يهموني. فاهبدوا مع نفسكوا على الفاضي وعلى المليان. انجيل عيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، اصلا دي ناس متخلفه وزي ما بقول لكم مأجورين واخدين مبالغ كبيره جدا. يعني سمعت ان هم بياخدوا الافات الافات مؤلفه عشان يطلعوا يقولوا الكلام ده. فربنا يعينكم. وبعد كده يا خراوله، انت طلعت التريقه عليا وتقولي قولي لي، وانا كنت اقول لك الاول ما تحطيش ميك اب مش عارفه ايه. طب يا بنت روحي شوفي وشك الاول، روحي شوفي مناخيرك اللي عامله زي شوال البطاطا. بتتريق على الناس وعلى مناخير الناس وعلى شكل الناس. روحي يا بنت شوفي نفسك الاول يا بنت، روحي شوفي نفسك. ده انت رموكي يا بنت من المكان اللي كنت بتشتغلي فيه، مع انه كانت يعني مكان اصلا، يعني تحت الكوبري اللي كنت بتشتغلي فيه، ورموكي بره، وانت بقى مليتيش سبوبه غير هنا وتطلعي قرفك وغلك علينا يا بنت. فربنا يشفيكي ويعافيكي. بس عادي والله العظيم، كل ما تكتري في الفيديوهات كل ما انا اعمل برضو فيديوهات، وهو مني برضو انا الكسبانه. انت بتقولي لي عليا شحاته، بتقولي عليا كنت بروح محافظات عشان اخد فلوس. محافظات ايه؟ هو اي هبد في اي هبد اللي بتقوليه. هو انا لو معايا فلوس اروح محافظه يا عبيطه يا هبله؟ هروح اشحت؟ يعني انا معايا فلوس، انت عشان تركبي من محافظه لمحافظه دلوقتي اي ركوبه ولا اي حاجه، من انتوا عارفين عشان تركبي مثلا اقل حاجه ممكن النفر ب100 جنيه ب200 جنيه عشان تركبي من محافظه لمحافظه تانية. اروح بقى انا اركب من محافظه لمحافظه تانية عشان اروح اتسول واخد من قرايبي ومش عارفه ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ يا متخلفه عقليا. ما بقاش انتي كمان يا متخلفه يا مجنونه ولا تطلعي تتكلمي. وبعد كده 100 مره اقول لك لما تجيبوا استنضفوا الناس اللي تطلع تتكلم. انتوا جايبين الملوك الشحاته والسوابق بتوع الشحاته وتقولي عليهم وطلعوا يتكلموا عن الشحاته. فاقد الشيء لا يعطيه يا ماما. هاتوا واحد كده عمره ما خد حاجة خالص ولا خد حاجة من حد ولا من داعم، وممكن ساعتها نستمع منه. لكن مش تلاقي واحدة كل حياتها مبنية على الشحاتة أصلا. وروحوا شوفوا كل فيديوهاتها، من خرفان لبيوت لأساس لكل حاجة مبنية على الشحاتة، وبتقولك قال ايه شحاتة. العظيم، والله العظيم فعلا شوية مجانين وتلموا مع بعض. سبحان الله، ما جمع قال لما وفق. عاهات ومتجمعة مع بعض. الملكه بتاعتك يا حبيبتي اللي هي بتتريق عليا بتقول كنت بشحتها 1000 دي ولا مش عارفه كانت بتقولك ايه، هي اصلا ملكه الشحاته. انا في داعمه كلمتني وقالت لي اللي بتقولك عليا دي انا معناها ان هي ما خدتش فلوس وبتاع. دي خدت قبل كده من ناس فلوس ونصبت عليهم على انهم ادوها الفلوس دي على ان هي 50,000 جنيه اعتقد، عشان تروح تديهم للناس اللي هم اليتامى، تساعد في جواز يتامى وكده. وخدتهم منهم ولا ادتهم اي حاجه ولا عملت حاجه لليتامى ولا كده. والله العظيم داعمه قالت كده ببقها بدون ذكر اسماء مين الداعمه دي. ده غير برضه سمعت ان هي خدت برضه حوالي 450,000 برضه من حد قبل كده داعم. فواحده زي دي اصلا وخدت فلوس قبل كده من ام بدر ولا ذهب وبتاع حوارات كتير. فانتوا مش عارفه الناس اللي بيوتها من ازاز دي بتحدف بالطوب ليه؟ ما تروحوا تشوفوا نفسكم الاول قبل ما تتكلموا على الشحاتين والبتاع. انتوا اصلا اساس الشحاته، اساس الشحاته كلها. يلا مع السلامة. اعملوا لي بقى فيديو تاني عشان نطلع النهاردة نسترزق منه.